إذا متابعينا الكرام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوجه صفعة جديدة لنظام حظيرة الجزائر، ومنذ توليه الرئاسة في فرنسا وهو يوجه هذا النوع من الصفعات لنظام الحظيرة الذي يكتفي فقط بسحب السفير الجزائري من فرنسا لأيام معدودة قبل أن يقوم بإعادة هذا السفير. والمضحك في الموضوع على أن هذا السفير الجزائري لا يغادر فرنسا، بل يغادر فقط مقر السفارة إلى أحد الفنادق قبل أن تأتيه الأوامر بالعودة إلى مقر السفارة في فرنسا. الصفعة الجديدة متابعينا الكرام متعلقة برفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح أو عرض قانون يسمح بمناقشة مسألة إعادة الجماجم ديال الجزائريين المعروضة في المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي. رفض إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية عرض هذا القانون على البرلمان لمناقشته، وتكون فرنسا مجددا وجهت صفعة أخرى لنظام حظيرة الجزائر. ونتذكر متابعينا الكرام على أن ماكرون سبق وخرج في تصريحات متعددة يهين فيها نظام حظيرة الجزائر ويهين فيها الجزائريين، ونظام حظيرة الجزائر لا يتجرأ على أن يقوم بطرد السفير الفرنسي، ولا يتجرأ على أن يقوم بأي رد فعل قوية تجاه هذه الإهانات المتكررة من فرنسا. وها هي إهانة أخرى متابعينا الكرام متعلقة بالجماجم ديال الجزائريين المعروضة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في فرنسا. ومجددا أيضا نظام حظيرة الجزائر لن يتجرأ على القيام بأي شيء، وإن قام بشيء فهو سوف يصدر التعليمات للسفير الجزائري في فرنسا بأن يغادر إلى أحد الفنادق في باريس، وسوف يعود إلى مقر السفارة بعد أيام. أما مسألة طرد السفير الفرنسي والقيام بإجراءات تصعيدية ضد فرنسا فهذه المسألة مستحيلة، لأن الحركة الفرنسيين كما هو معلوم هم الذين يحكمون في حظيرة الجزائر. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.